اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هنعمل بط بالبرتقال، وهعمل فرخه محشيه. هنعمل اكل كده حلو، وجبه حلوه كده اهوت، يعني ايه، عشان نفطر كده فطار حلو حلو كده اهوت مع الناس اللي بنحبها. تمام. هعمل اول حاجه بط بالبرتقال. معايا هنا هو 3 برتقانات، 4 برتقانات عصرتهم عملتهم عصير، وعليهم ليمونتين. ده كده غير البرتقال اللي احنا هنحطه معاها في التسويه، بس عملته بالشكل ده بقى مزز كده وجميل. جربوا الطريقه دي هتعجبكم. او ده كده بط بالبرتقال. هعمل الثلاث برتقانات ديت هقطعهم. طبعا البط انا غسلاه غسله كويسه جدا، يعني غسلاه بالخل وبالليمون وبالجنزبيل، عشان مش عايزه ريحه زفاره خالص. يعني بيبقى فيه ريحه زفاره كده اهو، بيخلي العيال حتى مش بتحب ان هي تاكله. فلما بغسله بالخل وبالجنزبيل والليمون كمان، ليمون تكتري كده الليمون في الغسيل كده اهوت، بيبقى حلو قوي، ما بيبقاش فيه ريحه زفاره نهائي. فالحمد لله يعني غسلتهم كده الفراخ بتاعتي والبط بالليمون والجنزبيل كان حلو قوي. هنا بقطع بقى بثلاث برتقانات، على كام جزرايه، على بصلتين، على طماطم. كانت طماطم كده صغيره وحطيتها زي ما هي صحيحه كده اهو بالشكل ده. هعمل بقى التتبيله اللي انا هتبل بيها الفراخ. معايا ملح، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا بابريكا، بهارات فراخ حطيت منها حوالي 3 معالق. حطيت ورق لورا، وهنا هو دي شويه زعتر طحنتها كده بايديا علشان خاطر الزعتر كان ورق كده اهوت، وما بتعمليه بايديك كده بيدي ريحه حلوه، يعني بتظهر الريحه بتاعته. حطيت البرتقال على الليمون بتاعه على نفس الخلطه دي كده اهو، وحطيت عليها حوالي معلقه عسل. وكده بعصر بقى كده اهوت الليمون، اعصره كده على جلدها كله عشان تبقى ايه مززه قوي. خلاص، دي التتبيله بقى اللي احنا هنتبل بيها البطايه كده من بره ومن جوه، هتتحط على الخضار وعلى كله. تقشرحي كده في البطايه كده اهوت عشان يخش في اللحم، التتبيله تخش في اللحم. كده خلاص، حطيت بقى الاكل كل البرتقال والخضار والحاجات اللي انا هحشيها بيها، حطيتها في قلب التتبيله، واحطها برضو ايه جواها كده، وبقفلها بالخله بالشكل دوت. هي طبعا فتحت يعني في الكيس الحراري، طبعا حطيتها في كيس حراري في الفرن. فهي فتحت برضو، يعني ايه، مش ما فضلتش مقفوله، بس برضو الشكل ما كانش وحش يعني. حطها بقى في كيس كده اهوت، وتبل برضو الخضار اللي احنا بنحطه فيه. وادي بقى الشكل ده. انا الفلفل حطاه، هو مش هيتاكل بس بيدي ريحه، الفلفل دايما بيدي ريحه، لو في اي حاجه بحس ريحه الفلفل بتبقى حلوه مع الليمون. خلاص كده نزود بقى بقيه البرتقال والليمون اللي كان فيها، ونحط بقى كل الحاجات كلها كده ببعضها كده، ونقفل ونحطه في الفرن. انا حطيته في الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعتين. اخد ساعتين معايا، طلع مستوي زي الزبده. هنشوفه برضو في الطريقه في النص كده الفيديو. زي الزبده كده طالع مستوي سوا حلو قوي. والطعم كمان، البرتقال على الليمون على الخضار اللي اتعمل فيه ده، طعمه كان طالع حلو قوي. حتى كمان الصوص اللي نزل منه، هنشوف برضو الطريقه اللي احنا عملناها في اخر الفيديو كده اهوت. عملنا منه صوص حلو قوي. هنا هعمل خلطه المحشي. فبجهز كده البصل بتاعي، جهزته كله على بعضه، وهعمل المحشي وهحشي الفرخه وهعصج اللحمه. فهنشوف الحاجه كلها كده مع بعضها. طبعا هعمل شويه محشي برضو ايه صغيرين، يعني ايه مش هنكتر محشي، لان من اول رمضان بناكل محشي. فهعمل حاجه بسيطه، لان هي بصراحه المحشي دوت سيد المائده عندنا يعني. يعني يعتبر عند المصريين اللي بيعمل اكل، هيعمل بط ولا هيعمل اي فراخ ولا حاجه، لازم يحط كده شويه محشي جنب منه، لو في حد هيفطر معاه او كده اهوت. فالاساس ان المحشي يكون موجود يعني. هنا بقى عملت البصله اللي هي الصينيه دي. عملت البصله شويه كده، بصله بالفلفل اسمر وفلفل اخضر حاطه فيها، وحطيت عليها كوبايه رز، وبسويها نص تسويه، يعني ما بتاخدش معانا تسويه خالص، يا دوبك حطيت شويه ميه وسبتها، يا دوبك الميه يعني ايه نشفت كده اتبخرت، انا مش بغطيها، الميه تتبخر. يعني الرز بيبقى ني بس عشان الفرخه ايه ما تتفتحش، لان الفراخ بتبقى صغيره، فمش مش بتستحمل. هي دي فرخه بلدي بس مش هتستحمل معانا الجلد بتاعها، برضو مش هيستحمل معانا الرز وكده لو حطيناه ني. فلازم نبقى مسويينه كده شويه، وبعد كده بندخله عليه كده اهوت. بحاول ان انا احشيها واملى الزور كده بالرز. انا مش بحط من جوه، بس ايه الرز كان معايا كتير فحطيت شويه. اللي بيتحط من جوه دوت في البطن من جوه ده بيتعجن، لكن اللي بيتحط تحت الجلد ده بيطلع الرز مستوي كده وحلو. هنا اللي انا بحشيها دي راس البطه، راس الزور بتاعه البطه. دايما كل ما بعملها الجلده دي بتترمي، فقلت اجربها ان انا احشيها كده زي ديت كده اهوت. بس والحمد لله برضو ما اتاكلتش واترمت، محدش بياكل الجلده.
بس ادت شكل حلو، هتشوفها في الاخر اللي حاببها يعملها يعني. انا عشان عيالي ما بيحبوش الجلد البط، بيبقى جلد الرقبه بيبقى ناشف قوي وبيبقى كتير فمش بياكلوها. فانا حبيت ان انا احشيها لهم، قلت يمكن ياكلوها، فما كلوهاش برضه لان هم بيحبوا الحاجه المحشيه. خلاص كده هنسلق بقى الفراخ بتاعتنا. حطيت لورا على بصل على جزر على طماطم على فلفل اسمر، وبنزلهم بالشكل ده كده اهوت، وحطيتها بقى ونسيتها تستوي براحتها. نبدا بقى ان احنا نعصج في اللحمه عشان نعمل صينيه الرقاق. اهو بص كده اهوت، عصجنا كده اللحمه، البصله بنقليها شويه طبعا معروفه على طول يعني اللي احنا عملناه. شويه فلفل اسمر، الفلفل الاسمر بتاعنا بطحنه بكبيبه صيني وحبهان وقرنفل. بحط فيه حاجات كتير كده اهوت عشان يبقى فيه يمشي مع فراخ ولحمه ومع كل حاجه. اللي انا حطيته بصل على الصلصه عشان البصل بيبقى ني، ما بحط بصل ني بيدي طعم حلو للمحشي يعني. بجهز بقى المحشي عشان اديه بقى كده للبنات يقعدوا يحشوه كده، يحشوا المحشي وهم قاعدين وانا هجهز بقيه حاجتي. حطيت لهم بقى البهارات بتاعتي طبعا اللي انا بحطها، كزبره وبابريكا وفلفل اسمر وجنزبيل. انا بحب الجنزبيل قوي في المحشي. وقرفه، بحط بسبع بهارات. السبع بهارات اللي هي سبع بهارات بتاعت اللحمه دي بيبقى فيها قرفه كتير، فبحطها هي تبقى ايه من كل اخده من كل حاجه. هنحشي بقى كده اهوت. انا بجيب الفلفل الاحمر دوت للحشو، بيدي طعم حلو، بيبقى طعمه مسكر عن الفلفل الاخضر. بص بقى البطايه بعد ساعتين من الفرن، بص عملت ازاي. بص الصوص اللي نازل منها بقى كمان، الصوص ده بقى طالع مزز كأنك عامله ليمون على برتقان كده، حاجه كده ايه، كانت جميله جدا. بص كده صفيتها بقى. هاخد بقى طبعا هشلي الخضار دوت، هحطه برضو ايه تزيين في البطايه، وناخد الباقي دوت هنعمل بيه صوص حلو كده اهوت. تغمسي بقى بيه كده وتاخدي اللحم بتاعها وتغمسيه في قلب الصوص. هنا هعمل المعمر وهعمل معاه الرقاق عشان الاتنين يخشوا مع بعض في الفرن. حطيت ملح وحطيت سمنه وملح وسكر، معلقه سكر. يعني انا لو احط معلقتين ملح بحط معلقه سكر، هحط معلقه ملح بحط نص معلقه سكر. ونزلت عليها بكيلو اللبن. الرز بياخد كيلو لبن وعليه معلقتين قشطه من على الوش بس. هو الملح بتاعه والسكر بتاعه لازم بنظبط المقدار ملح وسكر. بحطهم بقى في الفرن، مش بغطيه ولا اي حاجه عشان انا كان في الفيديو اللي فات كان متغطي، ففي حد الناس افتكرته ان هو متغطي. لا، هو انا مش بغطيه، انا بحطه في الفرن زي ما هو كده اهو، وبيتحمر وبيطلع متحمر زي ما هو على وشه كده اهو. انا كنت بس مغطيه عشان عايزه كنت احتفظ بالحراره بتاعته تفضل سخنه يعني. لكن هو ما بيتغطاش، بتحطيه زي ما هو كده الطاجن في الفرن وبيطلع مستوي، تحطيه على السفرة على طول وهو سخن. هنا حطيت شوربه وحطيت معلقه سمنه للرقاق، وطبعا بنحيق الشوربه بملح وفلفل اسمر عشان خاطر ايه الطعم يبقى طالع، الرقاق متحيق. عندك بقى لبن بتحطي لبن، ما عندكيش لبن عندك زبادي بتحطي زبادي، ما عندكيش الاتنين فمستكفين بالشوربه بس. بس اللبن بيديله بقى طعم حلو او بيظبط الطعم كده، هو شويه زبادي برضو اي حاجه من دول، ان احنا بندعم الطعم بس. لكن هو اصله هو زي ما هو موجود، اللي موجود بتعملي بيه. ممكن في ناس بشوفها بيعملوها بمرقه الدجاج، يعني بيعملوا شوربه مرقه دجاج وبيعملوها بيه، فاللي موجود عندك بتعملي بيه صينيه الرقاق. خلاص كده بديله بقى ايه، لما بلاقي الرقاق ناشف قوي فبحط كبشه شوربه كده على وشها كده اهو. مش كبشه، بتبقى نص كبشه كده اهوت على الوش كده اهوت، بحيث ان هو ايه تطري لي الرقاق. خلاص كده هنحط بقى معلقه سمنه او معلقه قشطه. انا حطيت قشطه لما كانت عندي قشطه بقى فبشهيص نفسي بيها يعني. هحمر بقى كده البط. طبعا انا دخلت الرقاق ودخلت الرز، دخلتهم في قلب الفرن. فطبعا دي مش هيتحمر بقى التحميره اللي هم عشان عيالي ياكلوه، فلازم يبقى متحمر ناشف يعني التحميره اللي هو. فانا بحمره لهم كده. انا الزيت دوت اللي انا كنت قاليه فيه الفراخ تالت يوم رمضان او رابع يوم رمضان، كنت مصوراه، كنت قاليه فيه الفراخ. فانا الزيت بصفيه بحطه كده على جنبي، ويبقى ده بتاع الفراخ. حطيته كده، هو الزيت كان زيت على سمنه، حطيته كده عشان احمر فيه البطايه. وبعدين حطيت عليه معلقه قشطه عشان تديني ريحه السمنه البلدي كده، وابقى محمره البط بالقشطه كمان. خلاص كده زينت الطبق بتاعه اللي هحط عليه كده تقديم على طول. بس بحطها بقى في الفرن قبل التقديم لو انا كده لسه شويه، بحطها في الفرن في السخونيه كده اهوت. لكن هي كده خلاص يعني ايه، هتطلع كلها، هتطلع على السفره على طول.
خلاص كده بننقي القشر بقى، الحاجات اللي هي كانت الحشو اللي كان جواه بنحطها بقى تزيين كده بالشكل ده. البرتقال مدي شكل حلو قوي في التزيين يعني، شويه خضره كده مع الاورنج ده بيدي شكل حلو كده. خلاص بصي الرقاق طلع اهوت، والرز المعمر كمان طلع وخلص، ادي الاتنين اهو. ده كده بالوش بتاعه، ما تحطش عليه غطا ولا تحط عليه اي حاجه، بيطلع كده لما بيتحط عليه غطا مش بيطلع وش محمر كده، بيطلعه ابيض. لكن لما بتحط الغطا هو كده كده اللبن بيفور لفوق كده اهوت، ويفضل مغطي الرز لحد ما يستوي. تمام كده اهوت، خلص معانا كده المعمر والرقاق كده اهوت. والرقاق ده هحطه على صينيه وهعمله بالمقص، هقطعه بالمقص، مش هحطه زي ما هو سليم كده اهوت، هقطعه زي البيتزا بس بالمقص عشان بيبقى سهل معايا بالمقص افضل من سكينه وكده اهوت. خلاص كده بنشوف المحشي بتاعنا استوي ولا لا. ده كده خلاص يعني، حوالي ده كده قبل المغرب بحوالي نص ساعه او اقل كمان من نص ساعه، ربع ساعه نقول ممكن. ادي بقى الصوص اللي احنا هنعمله للبتاع البط، اللي هو الصوص اللي نزل من البطايه. بص قال لنا شويه دقيق، معلقه دقيق في شويه زيت او سمنه، بنقلبهم شويه يتحمروا، تشمي ريحتهم كده زي كانك بتعملي اللي هي اسمه ايه، سد الحنك، بتبقى ريحته تبان كده. وبعد كده تنزلي عليه بالصوص بتاعه. خلاص كده ده خلص ومش بتحتاج توابل ولا اي حاجه. وادي الفيديو بقى بتاعنا، يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير. سلام عليكم.